تشريف معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح هنا إلى جازان للاطلاع على الأوضاع ومتابعة سير الحالات هنا التي تم إجلاءها إلى المستشفيات هنا في المنطقة. بداية معالي وزير الصحة، أهلا وسهلا بك معنا هنا في جازان. السلام عليكم، مرحبا. وأنا طبعا وجودي هنا وزملائي من وزارة الصحة هو للوقوف بشخصنا للموقع للاطمئنان بالمقام الأول على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الأخرى، لنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين ومنسوبي وزارة الصحة، وفي الواقع كافة الشعب السعودي ومواطني المملكة لذوي المتوفين رحمة الله عليهم. الحادث ما في شك حادث أليم يمس مشاعر كل مواطن سعودي، وبالذات نحن منسوبي وزارة الصحة. مستشفيات الوزارة والمستشفيات بشكل عام هي مقصودة لشفاء المرضى من ما يعانون، فعندما يحدث مثل هذا الحادث ويتوفى لدينا في المستشفى هذا العدد، فما في شك أن هذا يمثل خلل في رسالة المنظومة الصحية التي نأمل إن شاء الله من خلال تقصي أسباب هذا الحادث وكيفية التعامل معه التأكد بإذن الله أن لا تتكرر في أي موقع صحي آخر. الأسباب، هل اتضحت لكم أسباب هذا الحريق حتى الآن؟ طبعا الوقت مبكر جدا للوصول إلى سبب الحادث إلى أن تنتهي لجنة التحقيق. سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أمر بتشكيل لجنة، ووزارة الصحة ستكون شريك في لجنة التحقيق هذه، وسنكرس كل الخبرات التي لدينا من الإدارات المركزية في وزارة الصحة في الرياض في شؤون السلامة، شؤون الهندسة، لتقصي أسباب الحادث. وكما ذكرت سابقا، الأهم من الوصول إلى الأسباب هو التأكد بإذن الله من تقليل فرص وقوعه مرة أخرى. الإحصائيات النهائية لعدد الوفيات والإصابات التي لديكم معالي الوزير؟ للأسف العدد كبير جدا، وكما ذكرت سابقا صعب علينا أن نقبل به. 22 ممن كانوا منومين في المستشفى توفاهم الله في المستشفى. أيضا 2 من المواطنين، نعتقد مواطنين وقد يكونون من جهات أمنية من المنقذين، توفوا. فمجموع الوفيات 24. باقي المرضى تم نقلهم إلى 4 مستشفيات أخرى، 2 منها من مستشفيات وزارة الصحة، 2 من مستشفيات القطاع الخاص. حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد. نعم، حالة هذا المستشفى كما شاهدناها أنه يفتقر إلى كثير من وسائل السلامة. كيف رأيتم أنتم المستشفى؟ طبعا الحالة المستشفى الآن ليست جيدة بعد الحريق وبعد الدخان، فمن الصعب علينا كغير مختصين وغير فنيين أن نحكم على حالة المستشفى. أنا طلبت من اللجنة الفنية أن تعطينا تقرير مفصل عن التصاميم الهندسية الأصلية للمستشفى، وأي تعديلات حدثت للبنية التحتية في هذا المستشفى منذ افتتاحه قبل 3 أو 4 سنوات حسب علمي. وإذا كان هناك أي مخالفات من ناحية التصميم أو الإنشاء أو إدارة التشغيل بإحداث تعديلات على البنية التحتية للمستشفى مخلة بأنظمة السلامة، فسنتخذ الإجراءات المناسبة خلال الأيام القادمة، وبعد الوصول إلى الاستنتاجات عن سبب الحريق وعن سبب حدوث الوفيات. بعد هذا الحريق سنقوم بمسح شامل لكافة منشآت وزارة الصحة للوصول إلى أعلى درجة من الثقة إن شاء الله أن مثل هذا الحريق احتمالات وقوعه تكون محدودة جدا،
ولكن كما نعلم احتمالات الحريق دائما واقعة. إذا وقع يجب علينا أن نتأكد أن يكون هناك سبل يعني فنية وهندسية لحصر الحريق والدخان في أضيق نطاق ممكن، ويجب علينا أيضا التيقن أن هناك إجراءات متمرس عليها القائمين في المستشفى للإخلاء الآمن يعني السليم للمرضى الذين في مستشفياتنا وفي مصحاتنا وفي المراكز الطبية، وأيضا للعاملين في المستشفى. كل هذا إن شاء الله سنصل له يعني بأسلوب احترافي في التحقيق والتحقق، ويعني بعد استجواب من كانوا في الموقع، سواء كانوا المرضى أو العاملين الكوادر الصحية التي تعمل في المستشفى أو منسوبي الدفاع المدني ممن باشروا الحادث، أو حتى المواطنين الذين أتوا. في ناحية أحب أذكرها يعني اليوم، وأنه للأسف حدث تجمهر كبير واندفع بعض المواطنين ودخلوا إلى المستشفى رغبة منهم في المساعدة، وهم في الواقع أعاقوا عمليات الإخلاء والإغاثة، أعاقوا عمليات الإغاثة من قبل الدفاع المدني، أعاقوا عمليات الإغاثة من قبل منسوبي وزارة الصحة. 50 منهم أصيبوا بأنفسهم وأشغلوا المنقذين والمسؤولين والممارسين الصحيين بإسعافهم بدل من العناية بمن كانوا في العناية المركزة وفي أقسام المستشفى. فاللي أرجوه من خلال هذه التجربة، وستنشر تفاصيلها من خلال تقارير التحقيق، يعني كمواطنين سعوديين كلنا فينا الشيمة وحبة المساعدة، ولكن يعني في كثير من الأحيان هذه التصرفات في الواقع يكون أثرها عكسي على من نود مساعدته، وفي أحيان كثيرة يكون أثرها سلبي جدا على الشخص نفسه الذي يعني يقفز في عمليات غير مؤهل للقيام بها. فهذه كانت من العوامل التي عقدت موضوع صعب من أساسه. نعم، كانت الفزعة، وما لاحظناه أيضا من وجود كثير من الشباب الذين هبوا لنجدة المرضى في المستشفى. لكن نوعية الإصابات التي كانت، هل هي معظمها اختناقات أم حروق في الحالات سواء المتوفى أو المصابة؟ نعم، الحريق طبعا حصل في الدور الأول، أنا لم أكن موجود، ولكن حسب التقارير من عدة مصادر وانحصر في الدور الأول، وكل من كانوا في الدور الأول ما عدا مريض واحد كانت حالته صعبة جدا توفي. فالحريق نفسه لم يؤثر ولم يتسبب في عدد كبير من الإصابات. تم إخلاء مرضى الأطفال وقسم العناية المركزة بسلاسة ولله الحمد في الدور الأول من المستشفى. اللي حصل للأسف أن الدخان انتقل إلى الأدوار العليا من المستشفى، وهذا دائما يحصل، ولم يتم عزل هذا الدخان بل انتشر في عنابر المستشفى في الدور الثاني والثالث، وهذا ما سيتم التحقق من سببه من خلال مراجعة التصاميم الهندسية والإنشاء للمستشفى. وتسبب في جميع حالات الوفاة اختناق دخان وليس حروق مباشرة للجسم. حسب ما علمنا أن الحريق بدأ في قسم الحضانة، يعني هل الوفيات كانت معظمها من الأطفال بما أن الحريق بدأ في قسم الحضانة؟ لا أبدا، لأن القسم الحضانة هم أول من عرف عن الحريق، تمكنوا من الإخلاء يعني السليم والسلس لمرضاهم ولله الحمد في قسم مجاور لقسم الحضانة اللي هو قسم العناية المركزة الفائقة. واحد المرضى كان يعاني من يعني حالة حرجة جدا، توفي خلال عملية إخلاء. مدينة جازان هذا المستشفى الحكومي الوحيد في هذه المدينة، هل سيتم تأهيله وتشغيله في القريب العاجل؟ طبعا احنا افتتحنا قريبا في مدينة جازان مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وهو مستشفى يعني فيه أقسام تخصصية، ونقلت له بعض الحالات من هذا المستشفى، وسيستمر في تشغيل
عدد أعلى من الأسرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر. هناك مستشفى عام ب500 سرير تحت الإنشاء وسيفتتح في مدينة جيزان، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى طرفية في منطقة جازان. هذا المستشفى بعد إجراء دراسات يعني هندسية متكاملة للتأكد من إعادة تأهيلها أفضل تأهيل سنعيد افتتاحها، ولكن لن نستعجل بافتتاحها حتى نتأكد أن المستشفى مؤهل تأهيل كامل للتعامل مع كافة حالات الطوارئ، وأن مثل هذا الحادث الأليم لن يتكرر بإذن الله. كيف تتابعون الحالات الآن المتواجدة المصابة في المستشفيات الخاصة هنا في منطقة جازان، ونعلم أن معظم الحالات موجودة هنا في مستشفيات خاصة في جازان؟ نعم، الفرق الطبية طبعا من المديرية الصحية منتشرة في كافة هذه المستشفيات لمتابعة حالاتهم. الملفات الطبية نقلت إلى هذه المستشفيات للتأكد أن الرعاية الصحية متواصلة ولا تنقطع أو تتغير عليهم في هذه المستشفيات. ولله الحمد العدد الكبير من المصابين من الدخان خرجوا من المستشفيات ولم يبقى منهم إلا 17، بالإضافة طبعا إلى المرضى المنومين الذين تم نقلهم. فحالة المصابين مطمئنة، لا توجد حالات حرجة حسب علمي. زارهم معالي النائب اليوم وكيل الوزارة للخدمات العلاجية هنا من الصباح ويتابع حالاتهم فردا فردا. أنا سأقوم بزيارتهم الليلة والاطمئنان عليهم، وكل ما حدث طبعا لا يخفف من الأسى والحزن على 24 وفاة، مهما يعني قام فيه زملائي في وزارة الصحة من أعمال يشكرون عليها في التعامل مع الإخلاء في رعاية المصابين، فلن يعني يخفف هذا أبدا من شعورنا بالحزن والأسى على الوفيات التي حصلت. ولكن برغم من أننا نؤمن بقضاء الله وقدره ونقول هذا أمر مكتوب، إلا أننا لن نكل في العمل المهني الاحترافي المنظم يعني استقاء الدروس المناسبة من ما حدث في هذا المستشفى ونقلها إلى كل منشأة صحية، سواء كان مستشفى عام مثل هذا المستشفى في جيزان أو مستشفى تخصصي أو حتى مراكز الرعاية الصحية الأولية، للتأكد أن لأن الحرائق ممكن تحصل في أي منشأة، للتقليل من فرص وقوع الحرائق من خلال المواصفات الفنية والعمل الإنشائي المتقن، ولكن في نفس الوقت عمل إجراءات سلامة وتمارين للإخلاء ولتدريب الكوادر الصحية في وزارة الصحة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ عندما تحدث. شكرا.